كلام للطلبة اللي خلصوا الحقيقة المرحلة الثانوية وداخلين على الحياة الجامعية. الكليات في الجامعة قسمين، كليات نظرية وكليات عملية. طبعا الكليات النظرية زي مثلا اللغة العربية، شرع وقانون، أي مواد شرعية مش عارف إيه، لا تحتاج إلى المهارة قد ما تحتاج إلى الحفظ، وإنك أنت تحفظ المناهج وتكرر فيها. إنما الكليات العملية دي بتحتاج إلى مهارة مكتسبة منك أنت، ومهارة تشتغل عليها أنت عشان تنفعك في أرض الواقع، لأن الواقع بيحتاج إلى مهارة تشتغل بيها. والشركات والجهات اللي أنت هتقدم فيها محتاجة منك مهارة، مش محتاجة منك حفظ. فتعامل مع الكلية على إنها مكان تاخد منه شهادة يثبت للشركات والجهات اللي أنت هتقدم فيها دي إنك أنت كنت متخصص في المجال ده. إنما علشان أنت تكتسب مهارة وتنفعك بعدين وتقدر تشتغل بعد ما تطلع من الكلية، لازم تشتغل على نفسك بره مبنى الكلية وبره مناهج الكلية وبره المواد اللي أنت كنت هتاخدها في الكلية. يعني تشتغل على نفسك بره كورسات، وتشتغل على في برامج مع نفسك، يبقى معاك اللاب بتاعك تشتغل فيه على المهارة بتاعتك أنت. ولو ما كانش عندك المهارة أساسا أنت تكتسبها وتنميها وتكبرها. المهم انك انت تاخد كورسات وتشترك في برامج تفيدك انت وتكتسب منها المهارة. الكلية ما انها الا مكان هتنظم فيه المهارة دي، وهتخلي لها شكل وهتخلي لها شهادة عليها ختم من النسر قوم تقدر تقدم بيها في الجيش او تقدم بيها في اي مصلحة انت هتشتغل بيها وتستمر بيها في حياتك. انما علشان تنجح في حياتك العملية بالكتب والامور اللي انت درستها في الكلية العملية دي في الكلية مستحيل. لازم المهارة اللي انت هتشتغل بيها لازم تكتسبها بره اطار الكلية. ودي للاسف يعني نظامنا الجامعي ونظامنا التعليمي كله يعني يفقد الحتة دي. كل الكليات حتى الكليات العملية تلاقيها كلها جوانب نظرية كده تحتاج الى الحفظ، وانك انت تبقى دحيح مواد عشان خاطر تعدي وتنجح. انما مش بيهتموا بالشق العملي ولا الشق المهاري فيك انت كشخص ينفع المجتمع بعدين. اشتغل على نفسك بره وما تعتمدش على الكلية، يعني الكلية تعتبرها مكان هيجمع الناس اللي شبه بعضيها فيه، يجمع بتوع علوم مع بعض، يجمع بتوع تربية مع بعض، يجمع بتوع لغات وترجمة مع بعض، يخليهم يبقوا حاسين ان هم متخصصين في مجال واحد، يخلي الشركات تعرف انك انت كنت متخصص في المجال ده. يعني المهارة انت تكتسبها بره وتاخد عليها ختم منين؟ من الكلية في شهادة ختم النسر. فعزيزي الطالب، بداية كده انت داخل الكلية خلاص، حط في مخك وحط هدف قدامك انك انت تكتسب المهارة بتاعتك بره الكلية، وشوف كورسات وشوف برامج بره الجامعة، انت واصحابك انت وحدك. المهم نمي وكبر مهارتك بره، لانك انت مستحيل تلقاها جوه مبنى الكلية وتقدر ومستحيل تنمي مهارتك جوه مبنى الجامعة. ده بالعكس هو هيردم المهارة اللي عندك، وهيخلي كل اللي انت متميز فيه الحفظ والتكرار بس، مش الابداع والتفكير.